السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابة أتكلم عن موضوع بطريقة مختلفة شوية. آه إيه اللي هيحصل لو مرة صحينا من النوم لقينا نفسنا في مكان لوحدنا، في جزيرة لوحدنا، مفيش معانا حد، إحنا لوحدنا معناش غير ربنا. آه كان في مرة زمان فيلم كده كان بيتعرض اسمه آدم بدون غطاء تقريبا على ما افتكر يعني. آه كان واحد في طيارة مسافر وفجأة لقى نفسه نام يعني، صحي لقى نفسه لوحده في الطيارة. قام بص قال الناس نزلت ومحدش يعني، والناس نسيوني يعني ما نزلتش معاهم. قام نزل من الطيارة لقى المطار كله فاضي، طلع برا المطار لقى الشارع فاضية، العربيات واقفة ما فيهاش بني آدم، ما فيش حد، البيوت كلها فاضية، السوبر ماركتس فاضية، ما فيش بني آدم في الشارع. دخل اي بيت علشان خاطر يقعد فيه وينام يعني. لقى البيت فاضي مفيهوش حد. لما بيحب يروح يجيب حاجات من السوبر ماركت عشان يعني متطلبات الاكل والشرب وكده، بيروح السوبر ماركت ما بيلاقيش حد، بيجيب العربية وبيملى العربية حاجات وبيروح بيته عايش لوحده. ما بقاش عنده متطلبات غير الاكل والشرب. ما بقاش عنده متطلبات غير انه يصحى من النوم يلاقي فيه كهرباء، يلاقي فيه مية، يلاقي فيه الحاجات المستلزمات اللي احنا عايشين فيها ويعني ومتعودين عليها خلاص اوريدي كل يوم موجودة عندنا. فاحنا اعتدنا عليها ومش شايفين ان هي نعمة من ضمن النعم يعني. ابتدى يعيش واحدة واحدة ويتأقلم، وابتدى يزهق واحدة واحدة، لغاية ما فجأة لقى في واحدة برضو تايهة ومش لاقية حد وخايفة وقلقانة وكده. المهم اتجوزوا وقعدوا مع بعض. برضو متطلبات الحياة هي الأكل والشرب، مفيش أكتر من كده. مفيش حياة، مفيش حركة. ابتدوا يفكروا ان هم يمكن المكان اللي هم فيه بس، او المدينة اللي هم فيها بس هي اللي ما فيهاش ناس. فكروا ان هم يروحوا مبنى التلفزيون يقولوا يعني يقولوا زي نشرة يعني، او نداء او استغاثة، لو في حد في اماكن تانية حد يلحقنا، حد ينجدنا. المدينة اللي احنا فيها ما فيهاش حد خالص. راحوا مبنى التلفزيون ووصلوا وقالوا اللي هم عايزينه، بس ما حدش كان سامعهم. روحوا بيتهم وعايشين حياتهم هما الاتنين بس. وفجأة ابتدى الاستهلاكات اليومية تقل. النور اتقطع، ما بقاش فيه مية، ما بقاش حد شايف حد لأن الدنيا ضلمة كحل. فبقوا خايفين، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. فجأة بص جنبه، ما لقاش مراته. بقى هو في ناحية وهي في ناحية برضو. قعد يدور عليها مش لاقيها. هي في حتة في مكان تانية، الله أعلم بقى هو كان بيتخيل أو ما كانش بيتخيل. المهم إن هي ما لقاهاش، ما كانتش جنبه. فجأة كل حاجة راحت. فجأة وقف، ما بقاش عارف يعمل إيه. مفيش غير ربنا. يعمل ايه؟ مفيش حاجة في ايده، مفيش حاجة يعملها، لان ما بقاش في حاجة، ما بقاش في خدمات، ما بقاش في الحاجات المتاحة لينا كل يوم ما بقتش موجودة. مش عارف يعمل ايه. فجأة من كتر قاعد يجري يدور على حد، يدور على ناس، يجري في الشوارع، المهم برضه مش لاقي حد. رجع بيته، قعد من كتر التعب طول اليوم وهو بيلف علشان خاطر يدور على حد او يدور على مراته اللي مش لاقيها. قعد من كتر التعب ونام. فتح عينه لقى نفسه في الطيارة، والدنيا لسه زحمة والركاب موجودين وما فيش مشاكل وما فيش حاجة حصلت من اللي هو كان بيحلم. طبعا حمد ربنا على ان هو في الدنيا مع الناس. ابتدى يغير فكره من حاجات كتير، من طريقة تعاملاته، طريقة تفكيره،
طريقة تعامله مع الأمور، طريقة تعامله مع الأشياء، طريقة تعامله مع النعم اللي موجودة عندنا كل يوم. ومن كتر ما هي خلاص بقت كل يوم كل يوم بقت اعتياد، مبقناش حاسين ان هي نعمة. ابتدى يغير تفكيره في كل حاجة. حس ان هو يعني في نعمة كبيرة. حس ان هو وجوده في وسط الناس ده امان. وجوده في وسط الناس ده حاجة جميلة جدا، على اختلاف طبايعهم وعلى اختلاف افكارهم وعلى كل حاجة، الكويس والوحش. محتاجين الوحش في حياتنا علشان خاطر نتعلم او نشوف اللي هو بيعمله وما نعملش زيه. نتعلم من الناس، ناخد الحاجات الكويسة ونسيب الحاجات الوحشة. الناس مهمة جدا في حياتنا، بكل بالتعاملات لازم نتعامل مع كل البشر. فلازم، والحاجات كمان اللي احنا معتادين عليها يوميا لازم نحس بيها، ولازم نحس ان احنا في نعمة، لازم كل يوم نشكر ربنا عليها. الحاجات اللي احنا شايفينها عادية، يعني ان احنا نصحى من النوم كده نلاقي فيه كهرباء، نلاقي فيه مية، نلاقي فيه أدوات الراحة. في الشتاء في مثلا لو في دفاية، لو في الصيف في تكييف، في كل ده حاجات احنا معتادين عليها ومش حاسين ان هي نعمة من عند ربنا. تخلينا الحاجات دي بقى تخلينا نحس ان في ناس مش لاقية الحاجات دي. في ناس فعلا فعليا تعتبر مجازا يعني عايشة في الدنيا لوحدها. في ناس فعلا يعني عايشة من غير مثلا كهرباء. في ناس عايشة من غير القوت اليومي اللي هو الحاجات اللي حتى الضرورية. في ناس عايشة من غير مية. في ناس عايشة من غير سقف مثلا. في ناس عايشة من غير بيوت أصلا. فالحاجات دي تخلينا نحس ببعض ونساعد بعض ونحمد ربنا كل يوم على وجودنا في حياة بعض. في مثل كده حاجة يعني مثل شعبي طبعا ليه مدلول ديني، بيقول ان هو الجنة من غير ناس ما تنداس. الناس في حياتنا مهمة. لازم ان احنا يبقى لينا اصحاب، دي حاجة صحية. ان احنا يبقى لينا جيران ونتعامل معهم بجمال وشياكة، دي حاجة صحية. مش لازم نبقى عايزين حاجة من بعض لمجرد بس ان احنا نشوف بعض ونبتسم في وجه بعض ونقول كلام مريح، ولو في حد محتاج حاجة نعملها له. مش لازم احتياج مادي، يبقى يعني احتياج معنوي. احيانا الاحتياجات المعنوية اهم بكتير جدا 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 من الاحتياجات المادية. الطبطبة اهم بكتير جدا جدا من ان انا امد ايدي ودي لحد مثلا حاجة محتاجها. ده لو ما عنديش امكانيات لكده. يعني لو عندي امكانيات للاتنين يبقى ده فضل ونعمة. اتعامل مع الناس بحب، نتعامل مع الناس زي ما ربنا امرنا. احنا عايشين مع بعض في الدنيا، محدش عايش في الدنيا لوحده. ولو عشنا في الدنيا لوحدنا مش هنعرف نعمل حاجة. يعني زي ما بيقولوا ايد لوحدها ما بتسقفش. يعني محتاجين الناس في حياتنا. كل حد في الدنيا محتاج حد معاه. الأسرة الصغيرة في البيت محتاجين بعض، والأسرة الكبيرة في المجتمع محتاجين بعض. محتاجين الزملاء، محتاجين الجيران، محتاجين كل الناس. ربنا ما يحرمنا من نعمة وجودنا مع بعض. ربنا ما يحرمنا من نعمة ان احنا نحس بالنعمة، ان احنا احساسنا بالنعمة دي في حد ذاتها نعمة. الحمد لله رب العالمين. ربنا مدينا في حياتنا حاجات كتير جدا كويسة، نحس بس بيها ونشكر ربنا عليها. بلاش الاعتياد، بلاش فكرة الاعتياد. خلونا نشوف الدنيا بمنظور جديد. خلينا نحس بالحاجات حوالينا بمنظور جديد. نفتح عينينا الصبح نقول الحمد لله رب العالمين على كل نعمه. على نعمة ان انا شايفة الدنيا كويس، على نعمة ان انا ماشية كويس، على نعمة يعني في ناس كتير ناقصها حاجات كتير. نبص لها ونقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عافانا.
طول عمري بقول ان لو في حد ناقصه حاجة مثلا، الناس بتقول عليه معاق. طول عمري بقول ان الإعاقة مش إعاقة جسدية، الإعاقة إعاقة فكرية. ياما ناس أجسامهم حلوة وما عندهمش حاجة ناقصة ورياضيين وصحتهم كويسة، إنما ما فيش للأسف ما فيش مخ، ما فيش ما بيعرفوش، ما عندهمش فن التعامل مع الآخرين، ما عندهمش فن التعامل مع أبسط الأشياء في الدنيا. مجاورة النعم دي حاجة مهمة جدا، احنا نجاور النعمة، نحس بيها ونحس ان هو ربنا ادها لنا، نحمده ونشكره عليها طبعا. نحسن جوار النعم، نحسن جوار النعم علشان خاطر ما تروحش مننا. الناس في حياتنا نعمة، الأشياء في حياتنا نعمة، وجودنا في الحياة مجرد الإحساس اللي عندنا نعمة. ربنا يديم علينا نعمة، وربنا يا رب يخلي كل الناس بتحب بعض وقلبها على قلب بعض، وما يحرمناش من بعض. ما تنسونيش في اللايكات والكومنتات اللطيفة والشير بقى على قد ما تقدروا، علشان خاطر يوصل لكل الناس. متشكرة جدا جدا على كل الناس اللي بتشترك جديد من كل البلاد، في من تركيا وفي من المغرب، أصحابي وحبايبي ربنا ما يحرمنيش منهم، في من أمريكا، في ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا، في من سوريا. مش عايزة أنسى حد، أنا لو أقدر أقول الأسماء كلها والله كنت قلتها، بس طبعا عارفين نفسكم واحدة واحدة وواحد واحد. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.